السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة واحدة بس في المستشفى. ليه بقول لك ساعة في المستشفى؟ عشان من أول ما هتخش المستشفى وهتشوف الحالات هتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من الناس. هتلاقي كم المشاكل اللي عندك القليلة اللي انت مش قادر تستحملها دي مقارنة بالناس اللي جوه مش حاجة. هتحس قد ايه انت صغير. هتلاقي المشاكل اللي عندك دي بالنسبة للناس اللي جوه هباء منفوش. ادخل المستشفى ولف فيها شويه. ادخل مثلا على قسم الجراحه، هتخش جوه هتلاقي طالعه من جوه القلب، مش وخلاص. خش كده على قسم الاطفال، هتلاقي في اطفال كتير قوي نازله عندها كسور في الكلى. هتلاقي في اطفال كتير قوي نازله اعضائها مش كامله. هتلاقي حاجات مش هتخطر على بالك. مشي رجلك شويه كده وخش على قسم الكلى او وحده غسيل الكلى واسمع بس كميه الوجع اللي بيحس بيها بمجرد ما يركب الجهاز بتاع الغسيل. انا ما بقولكش هو بيغسل، انا بقول لك بمجرد الجهاز بس ما يلبسه. واساله يا حاج انت بتغسل كام مره في الشهر، وشوف هيرد عليك يقول لك كام مره. بعد كده خش كده على قسم القلب وشوف الناس اللي عندها مشاكل في القلب او عندها خلل في ضربات القلب، وشوف اللي كل يوم بيركب دعامه واثنين وثلاثه، وشوف الاجهزه اللي بيبقى موجوده عليها، ولو جهاز منهم واحد بس حصل له خلل شوف كميه الصدمات اللي بياخدها علشان بس يرجعوا القلب يشتغل تاني. هيرجعوه ولا خلاص كده ساعته انتهت؟ انا بس عاوزك تحس بنعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى. لازم تروح المستشفى وتشوف الناس دي عاملة ازاي، وشوف فضل ربنا عليك ماشي على رجلك وقلبك شغال من غير انعاش ولا صدمات كهرباء. انت عارف قلبك ده بيدق كام مرة في الدقيقة؟ العلماء قال لك ان هو بيدق من 60 ل 100 دقة في الدقيقة. هي دي مش نعمة المفروض نقول عليها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ انت عارف الكلى بتاعت الانسان الصحيح بتغسل كام مرة؟ بتغسل 36 مرة في اليوم لوحدها من غير ما تحس. عارف بقى انت اللي عنده كسور في الكلى وبيغسل كلى في المستشفيات بيغسل كام مرة؟ بيغسل 3 مرات في الأسبوع. هي دي مش نعمة المفروض نقول عليها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ آخر حاجة بقى، عارف إن كتير فيكم أو ما يعرفهاش، انت عارف العطسة اللي انت بتعطسها؟ انت عارف العطسة اللي انت بتعطسها في الثانية دي انت ليه بتقول بعد ما بتعطس الحمد لله؟ انت عارف بقى ان العطسة دي في خلال الثانية اللي بتعطس فيها الاعضاء كلها والوظائف كلها بتاعت جسمك تتوقف عن الحركة وبترجع تشتغل تاني بعد ما بتخلص عطس. عشان كده بتقول الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله ان اعضائي رجعت تشتغل تاني وما وقفتش. الحمد لله ان انا بقيت عايش. الحمد لله ان انا ماشي على رجلي. الحمد لله ان انا مش جوه المستشفيات. الحمد لله على مشكلتي الصغيرة اللي انا مش لاقي لها حل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما كان وملء ما سيكون.